كل حاجة بتبدأ في مشهد مليان فوضى ودمار بسبب الإرهاب المستمر اللي بقى منتشر في العالم كله من وقت ما الناس بدأت تصحي عندها قوة خاصة، والبشرية عايشة تحت تهديد دايم بهجمات مدمرة. ولأن حتى قوات الحكومة ما قدرتش توقف موجة الجرائم ديت، الناس اللي ما عندهاش قوة قررت تستعين بحراس شخصيين خاصين. وفي وسط كل المحترفين دول في مجال الحماية ظهرت أسطورة حقيقية بينهم كلهم. كان في حارس شخصي لا يرحم، وتعرف على مستوى العالم انه الاقوى على الاطلاق، الحامي الاسطوري والغامض جدا، اسمه ريان. هو بالفعل حمى عدد كبير من الاثرياء والشخصيات المهمه حوالين العالم، واكتسب سمعه انه عمره ما فشل في اي مهمه حراسه او مرافقه. وعلشان تتخيلوا مهاراته، نسبه نجاحه المذهله في حمايه عملائه قدرت توصل ل 248%. والسر ورا الكفاءه الغريبه دي بدأ يتكشف أثناء التحضير لمهمة جديدة وخطيرة. الإرهابي من التصنيف سي هيور عرض بوستر الهدف القادم ليهم. الهدف كانت مغنية مشهورة اسمها ري، وكانوا ناويين يصفوها ويخلصوا عليها خلال حفلة بعد 3 أيام من دلوقتي. ومجرم تاني اسمه هيسك كان بيدخن سيجارة بهدوء وبيسخر من الموقف، وعلق إن التخلص من مجرد مغنية هيكون شغل سهل جدا. وهيور بدأ يشارك تفاصيل عن مسيرة البنت الفردية وجسمها، ولكن هيسك قاطعه بغضب وقال له انه مش مهتم باي حاجه من الكلام ده نهائي، وساله ليه محتاج يعرف مقاسات واحده على وشك انها تتصفى. بينما هيور اصر ان دي معلومات مهمه جدا وشريكه مش فاهم قيمتها، والمزاج اتغير لما هيور اتكلم بجديه وحذر ان في مشكله كبيره واحده في تنفيذ الخطه دي، وده خلى شريكه يستغرب ويتساءل ايه ممكن تكون المشكله. وهيور كشف ان المشكله الحقيقيه هي ان الحارس الشخصي للمغنيه مش اي حد، ده ريان المرعب بنفسه. بمجرد ما سمع الاسم ده تعبيرات هيسك اتغيرت فورا، واعترف انه سمع شائعات كتير مخيفه عن الراجل ده. ولما اتسال لو كان قابله قبل كده بشكل شخصي، وهيور قال لا، وسال عن نوع القوه اللي عند الخصم ده. وهنا بدأ يكشف الشائعات وقال بنظرة مركزة انهم بيقولوا ان الشاب ده يقدر يتحكم باحتراف في اي نوع سلاح موجود على الكوكب. هيسكي بقى يفكر بعمق لما سمع عن قدرة اتقان كل الاسلحة، بينما شريكه اعترف ان هو كمان ما يعرفش تفاصيل القدرة دي ايه ولا بتشتغل ازاي. وفجأة ظهر صوت بنت غامض بيسخر من الحوار وبيوصف المجرمين الاتنين انهم جبناء، وظهرت من وراهم وقالت ان في الاخر الراجل اللي بيتكلموا عنه بكل الرهبة دي مش اكتر من حارس شخصي عادي وبسيط. البنت دي كانت ناتر، ارهابية خطورتها شديدة من التصنيف ايه، وبتشوف الحراس الشخصيين دول مجرد دروع لحماية عملائهم. وضحكت على شائعة اتقان كل الاسلحة وقالت ان مستحيل اي انسان طبيعي يشيل كمية المعدات التقيلة دي كلها معاه. والشريرة قالت باحتكار انها هتبعت المغنية والحامي بتاعها على العالم السفلي مباشرة. ولكن فجأة جدار المكان بدأ يتشقق، ومن غير اي تحذير حصل انفجار مرعب دمر جدار الغرفة بالكامل في المكان اللي كان الارهابيين متجمعين فيه. واستطارة ضخمة من الدخان والتراب انتشرت في الغرفة المدمرة، وخلت كل المجرمين يبدأوا يكحوا بشدة وهم مرعوبين ومش فاهمين ايه اللي حصل. ناطر وحلفائها حاولوا يبصوا من الفتحة اللي اتفتحت في الجدار، وقفوا بسرعة وسط الركام وحاولوا يعرفوا مين المسؤول عن الدمار المفاجئ ده. وفي اللحظة دي عيون ناطر اتسعت من الصدمة الخالصة، وهي بتركز على ظل غامض بيظهر وسط التراب لحد ما كشف نفسه قدام المجموعة المرعوبة. ظهر شكل مهيب لراجل لابس بدلة سودا وبيمشي بهدوء وسط الحطام. الراجل صاحب النظرة الباردة والمخيفة جدا كان هو الحارس الشخصي ريان نفسه. والمجرمين وقعوا في حالة يأس ورعب، والشاب بيتقدم ناحيتهم ببطء وبيظهر السبب الحقيقي اللي خلى الناس تلقبه بالأقوى. السر الكبير ورا قوته غير المعقولة دي موجود في فلسفته الفردية والغريبة جدا في الحماية. وبينما واحد من الإرهابيين كان بيصرخ وبيسأل هو مين أصلا، ريان رمى شنطته المعدنية في الهواء بكل هدوء في الدنيا. في نص الهواء الشنطة بدأت تلمع بقوة وتتفكك، وبدأ شكلها يتغير علشان يتناسب مع القتال اللي على وشك يبدأ. هي اتحولت لمطرقة كهربائية عملاقة، لأن شعاره هو إنه يضمن إن الخطر ما يقربش أبدا من الشخص اللي لازم يحميه. وبحركة واحدة مدمرة هاجم المجموعة وقذف كل الأعداء بعيد من غير ما يديهم أي فرصة
فرصة حتى للرد أو الدفاع عن نفسهم. فلسفة ريان ببساطة كانت قايمة على إزالة كل التهديدات بالكامل قبل ما الخطر على عميلة يبدأ أصلا، وبالطريقة العنيفة والقاسية دي تحديدا. هو كان بيعرف شغله الحقيقي كحارس شخصي وناطر، وهي واقعة على الأرض وبتبصق دم قالت إن ده أكيد هزار وإنه مش شبه الحراس الشخصيين خالص، وأضافت إنه واضح إنه مجرد صياد بلا رحمة. وفي الوقت اللي الشاب كان بيمشي بهدوء راجع من غير ما يهتم بكلام الشريرة المهزومة، شنطته رجعت تاني لحالتها الطبيعية وطارت في الهواء لغاية ما استقرت في إيده، وببرود أعلن إن الهدف تم تحييده، وإن كمان نسبة نجاح الحماية الخاصة بيه ارتفعت رسميا ل 249%. وبسبب استخدامه للطريقة الوحشية دي في الحماية الوقائية، الشاب استمر في العمل ببراعة جوه مجال الأمن. والمشهد بينتقل لحفل إيدول منتظر جدا، حيث كان جمهور ضخم بيلوح بعصا إضاءة زرقاء جوه ساحة مليانة بالكامل بالمعجبين. وبينما الجمهور بيصرخ بحماس، صوت على جهاز الاتصال اللاسلكي رحب بريان وتمنى ليه ليلة عمل سعيدة. وفي مكان تاني ظهرت بنت غامضة لابسة صندل تقليدي وماسكة عصاية حمراء ومحاطة بأتباعها. الحارس الشخصي كان قاعد على الأرض وبيبص لفوق على المجموعة الجديدة من الأعداء اللي سدت طريقه. البنت الصغيرة صاحبة الشعر الأخضر والقرون قدمت نفسها رسميا باسم نيو، وكشفت إنها رئيسة قسم في منظمة المأساة. بعدها مباشرة النظام أوضح إنها إرهابية خطورتها شديدة من التصنيف اس، وده مهد لمواجهة لا مفر منها. ريان همس بجدية عن الوضع المعقد اللي لقى نفسه فيه في اللحظة دي. هو حزن لأنه لسه قدامه مشوار طويل، لأنه ما قدرش يخلص على كل المتسللين، ولكن نيو طلبت منه ما يقساش على نفسه كده، وكشفت إن الهدف الحقيقي من اقتحامهم مش الإيدول، ولكن الهدف هو القبض على الحارس الشخصي نفسه أو مواجهته. الشاب اتفاجئ لما عرف إن هو الهدف وسأل عن السبب، ولكن نيو قطعته وقالت إنها عايزة تسأل سؤال الأول. وبنظرة فضولية سألته ليه مصر يحمي عملائه بطريقة عنيفة ومتطرفة كده. وريان فكر في صمت في اللي كانت تقصده لما ذكرت أسلوبه الغريب في الشغل. افتكر لما كان لسه منضم جديد لشركة الأمن واستلم مهمة حماية مجموعة من فتيات الإيدول المبتدئات. الحلم الكبير للبنات الساذجات كان ببساطة إن العالم كله يسمع أغانيهم. كانوا على وشك يطلعوا على المسرح لأول عرض في مسيرتهم، وبما إن دي كمان كانت أول مهمة لريان اقسم بينه وبين نفسه انه هيحميهم بكل قوته. ولكن رغم انهم كانوا عارفين مكان وهوية الاعداء، رئيسة العمل اصرت بطريقة ما انهم يستنوا الاعداء يهاجموا الاول. الحارس الشاب وهو مش مطمن للخطة السلبية دي سأل رئيسته لو كان ده فعلا التصرف الصح، وسألها لو ما كانش الافضل يقتحموا مخبأ الاعداء ويهاجموهم فورا. ولكنها ضحكت بسخرية وقالت عليه غبي، وسألته لو كان عاوز يبقى قاتل مأجور، وفكرته ان شغلهم هو الحماية بس مش اكتر من كده. وبعدها امرته انه يبطل يحاول يعلم رئيسته شغلها ويسيب كل حاجة تحت مسؤوليتها. وللأسف وبسبب اختيارهم انهم يستنوا بشكل سلبي لهجوم العدو، حصل الأسوأ بطريقة مأساوية. ريان شاف ري وهي ماسكة بجنون جثة واحدة من زملائها في الفرقة بعد مفارقة الحياة، وباقي اعضاء الفرقة كمان اتعرضوا لهجوم وحشي وكانوا واقعين على الارض البارده. ري بكت بحرقه وهي شايفه كل اصحابها الاعزاء ضاعوا في الهجوم الرهيب ده، والاحساس بالذنب والندم غرقها. والحارس الشاب ما قدرش يعمل حاجه غير انه يعتذر وسط اليأس. فضل يطلب السماح مره ورا التانيه تحت ضوء القمر في الليله اللي غيرت حياته للابد. وبعد فتره من الحادثه ظهر شاب محطم ووحيد قاعد في الممر. رئيسته قربت منه وسالته ليه حزين كده، فسمعت منه انه فشل ذريع في حمايتهم. ريان كان بيندم انه بوظ كل حاجه من اول مهمه ليه، ولكن رئيسته سالته هو يقصد ايه بكلمه فشل، وسالته بيتكلم عن ايه، وببرود قالت ان المهمه نجحت لانهم قدروا ينقذوا العميل الاساسيه. الشاب اتلخبط، ولكنها شرحت ان البنات التانيين كانوا مجرد مبتدئات وما كانش معاهم فلوس علشان تكفي لتعيين حراسه خاصه. وكشفت ان اعضاء الفرقه جمعوا كل مدخراتهم علشان يساعدوا
في دفع تكلفة الخدمة، والمبلغ اللي جمعوه كان كافي لتعيين حماية لشخص واحد بس، واللي كانت في الحالة دي هي ري. علشان كده بما ان الشخص اللي دفع العقد فعليا تم انقاذه، فالوكالة بتعتبر ان المهمة اتنفذت بنجاح، وببرود ادارت ظهرها وقالت للشاب يبطل شكوى وندم على اللي حصل بشكل نهائي. ومن اليوم المشؤوم ده حياة ريان اتغير اتجاهها بالكامل، بدأ يعيش ايامه بشكل فارغ ومن غير هدف، بيتجول في الشوارع كأنه مجرد قشرة بلا روح. ولكن حاجة غير متوقعة لفتت انتباهه وسط الروتين الكئيب والخالي من الحياة ده. شاف ري بتغني وبتعزف الجيتار في نص الشارع قدام القليل من الناس اللي معديين من المكان، والشاب اتصدم لما أدرك إنها حتى بعد المأساة الرهيبة اللي مرت بيها لسه واقفة. والبنت ببساطة رفضت تتخلى عن مسيرتها الموسيقية وحلمها الكبير علشان تكرم ذكرى أصحابها اللي خسرتهم. هي فضلت تضغط على نفسها لأقصى حد يوم بعد يوم من غير توقف. ولما راقب الإصرار الصلب ده من المغنية، الشاب أخيرا لقى هدفه في الحياة، أقسم إنه هيعمل كل حاجة علشان يضمن إن مأساة قاسية زي دي ما تحصلش لأي حد تاني مرة تانية. وفي اللحظة دي وعد نفسه إنه هيقضي بنفسه على أي تهديد يجرؤ على الوقوف قدامه. ونيو لقت القصة مؤثرة جدا وسخرت منه، وعلقت إنها دلوقتي فهمت السبب اللي بيخليه يتصرف بالطريقة الوحشية دي في موضوع الحماية. ولما فقد صبره طلب يعرف هي عايزة إيه فعلا من وجودها هناك، لأنها واضح انها ما جاتش تتفرج على الحفله. والشاب سالها لو كانت جزء من منظمه المأساة الشهيره المعروفه على مستوى العالم كمؤسسه ارهابيه ضخمه. ونيو اكدت بكل لا مبالاه انها فعلا بتنتمي للمنظمه الاجراميه الخطيره دي، وبهدوء شرحت ان كل الموجودين هناك جايين بصفتهم ممثلين رسميين للمجموعه دي. وبعدها مدت ايدها ناحيه الحارس الشخصي وحذرته ان عندها عرض شغل مغري جدا ليه. رايان بقى شاكك جدا في تصرفها وسالها ايه نوع العرض اللي ممكن مجرمه تقدمه له. والشريره اقترحت انه لو اتحالف مع مجموعتهم هيسيبوا ري في حالها نهائيا بشرط انه يوقف مطاردتهم. وفكرته ان من المستحيل يقضي على كل التهديدات في العالم، لانه حتى لو نجح فاخطار جديده هتظهر بعدها على طول. وفي النهايه قالت ان الاذكى من ناحيته انه يشتغل مع الناس اللي يقدر على الاقل يحاول يتفاوض معاهم بسلام. ونيو استنت بقلق وايديها ممدوده على امل ان الحارس الشخصي يقبل الصفقة بشكل نهائي. رايان بص في عينيها بعمق وسألها لو كانت سمعت قبل كده مقولة شعبية معروفة جدا. وبعد ما قال المقولة رفض عرض التحالف بحزم وقال إننا لا نتفاوض مع المجرمين تحت أي ظرف. ونيو وهي محبطة وما عندهاش صبر من رده البطولي رجعت لورا خطوة وهي بتتمتم إن الشاب ده غبي بالكامل، وطلعت أمر بارد لكل عصابتها إنهم يهاجموه فورا ويخلصوا عليه نهائيا. ولكن عيون نيو وسعت لما سمعت الحارس الشخصي بيسألها هي تقصد مين بالظبط بكلمة غبي. رايان مسك شنطته المضيئة وهي محاطة بالكهرباء وسألهم لو كان عندهم أي فكرة هم واقفين فين. والأتباع قفزوا بغضب ناحية رايان من غير ما يهتموا باستفزازه. وفجأة كل الأنوار في الساحة انطفت بشكل غامض والمكان غرق في ظلام كامل. والمهاجمون دخلوا في حالة هلع تام وبدأوا يصرخوا إنهم مش شايفين أي حاجة. ومع انقطاع النور المفاجئ الأتباع نادوا على قائدتهم بيأس في الظلام علشان يعرفوا يعملوا ايه قدام الموقف ده. ونيو فعلت قدرتها الخاصة وخلت عصاها المعدنية الحمراء تشتعل بالنار علشان تنور المكان، وبعيون مركزة وغاضبة بصوت عالي أمرت كل عصابتها إنهم يحافظوا على هدوءهم. ولكن وهج النار اللي خارج من عصاها كشف إن كل رجالتها كانوا بالفعل اتضربوا ووقعوا مغمى عليهم على الأرض. ونيو دخلت في صدمة لما أدركت السرعة غير المعقولة اللي اتهزم بيها حلفائها. رايان ببرود شرح انه حتى قبل ما ري تطلع على المسرح وتغني لمعجبينها هو بيتحرك كالبرق في الظلام وبيمر بسرعه جنب الشريره المرعوبه. والحارس الشخصي كشف ان كل انوار المكان بيتم اطفائها مسبقا دايما علشان تسهل شغله. ونيو اتفاجئت بموجه صدمه مرعبه ضربتها بقوه مدمره. الشاب وجه لها لكمه سريعه وقويه بشكل لا يصدق وبعت الشريره طايره لورا وسط التراب وبصقت كميه كبيره من الدم بسبب قوه الضربه الهائله.
الشريرة مش قادرة تصدق الوحشية ديت واتسحبت على الأرض بعنف شديد، وهي مش قادرة تلحق تسيطر على جسمها وهي واقعة. نيو أدركت بكره شديد إن كل الحوار اللي دار قبل كده كان مجرد تشتيت علشان يكسب وقت مفيد، وهي بتبص للشاب المحاط بطاقة زرقاء وصفته في عقلها بإنه وحش حقيقي ما عندوش رحمة. رايان كان عايم شوية فوق الأرض وقطع شنطته بتلمح حوالينه بطريقة مرعبة، وبصوت بارد حذرها إنه من اللحظة ديت هيصنف الشريرة كتهديد كبير. وبعد ما فعل وضع القبضة الحديدية في سلاحه الأسطوري أعلن بشكل قاطع إنه هيقضي على البنت حالا. رايان واجهها مباشرة في قلب الظلام مستعد يواجه الضربة النهائية الحاسمة، ونيو جزت على أسنانها من شدة الكره ولما سمعت إن الشاب ناوي يقضي على كل التهديدات بالكامل. والبطل استمر في الحفاظ على هدوء بارد وملامح جامدة تماما قدام الغضب الشديد لخصمته، وبعد ما استفزها تجاهلها بالكامل. والشريرة صرخت فيه إنه ما يتجرأش يتكبر قدامها بالطريقة ديت، واندفعت ناحيته بغضب أعمى وخلت نيران عملاقة تنتشر في ساحة القتال بالكامل. رايان تفادى الضربة المشتعلة بسهولة، وفي نفس اللحظة اللي كان بيشحن قبضته الكهربائية علشان يرد بهجوم دقيق، نيو اللي ظهر لها قرون طويلة وشعر أبيض قالت للبطل يحتفظ بأحلامه الغبية ديت لوقت ما يكون نايم. وهي متحولة بالكامل وماسكة سيف عملاق من اللهب الأحمر اندفعت ناحيته بغضب أكبر وصرخت إن حلمه الكبير مش أكتر من خيال ساذج لشخص غبي ومخدوع تماما. وقبضة رايان المشحونة بالطاقة اندفعت بسرعة مذهلة وكسرت حاجز الصوت وهي متجهة ناحية الهدف، وضرب الشريرة مباشرة بضربته الكهربائية فحطم دفاعها وخلى الدم يتناثر في كل مكان. والقوة الخارقة للضربة قذفت البنت في الهواء وخلتها ترتطم بمسرح الحفلة. المعجبين اللي كانوا بالفعل في الجمهور صرخوا برعب لما شافوا شخص ملطخ بالدم بيقع فجأة قدامهم، وواحد من المعجبين الساذجين علق انها ماسكة عصا اضاءة عملاقة، ولكن صديقه ادرك ان دي اكيد مش لعبة. رايان ظهر وهو ماشي بهدوء وطلع منه تذمر بسيط كأنه بيعتذر عن الموقف المحرج، وبخفة اعترف انه اخطأ في حساب القوة اللي استخدمها في الضربة المدمرة الاخيرة. الشريرة وهي واقعة ومش قادرة تتحرك ما قدرتش تعمل حاجة غير انها تبص للحارس الشخصي بعينين مليانه رعب ويأس. رايان اعترف انه لما سمع لاول مره حلم ري الساذج فكر بنفس الطريقه اللي فكرت بيها الشريره بالظبط، وافتكر محادثه قديمه كانت بينه وبين المغنيه جوه غرفه ملابس خاصه. ري قالت انهم لو ساعدوا شخص واحد في كل مره مين عارف يمكن في يوم من الايام الحلم يتحقق. ومع كده اعترفت ان الكلام اسهل بكتير من التنفيذ. ولما الشاب سألها لو كان عندها اي فكره عن عدد الناس الموجودين على الكوكب، البنت بابتسامة هادية جاوبته شرحت ان ده بالظبط السبب اللي يخليهم بدل ما يكتفوا بالكلام عن الموضوع يبدأوا ياخدوا خطوات عملية. وبابتسامة جميلة على وشها ختمت كلامها بان محدش هيعرف النتيجة النهائية ابدا لو ما حاولش بجد. ورحلة المغنية بدأت بطريقة بسيطة جدا، ولكن بالتدريج الجمهور اللي كان مجرد شخص واحد اتحول ل10 معجبين، وهو سامع اهتزاز وصوت الجمهور الصاخب. البطل علق ان الوقت اخيرا جه علشان المغنية تطلع على المسرح. قال انه لو استمر في ازالة التهديدات واحد ورا التاني بنفس اصرارها ففي يوم من الايام هيقدر ينهي كل خطر في العالم. ونيو صرخت بغضب وقالت له ما يبقاش سخيف لان التهديدات الجديدة هتفضل تظهر واحدة ورا التانية، واصرت ان من المستحيل تماما ازالة كل الاخطار والاشرار من العالم ده بالكامل. والشريرة سألته مرة تانية ليه ببساطة ما يتحالفش مع ناس عقلانيين زيهم، ولكنه قاطعها بسرعة. الشاب رد بإصرار إن دي حاجة عمرهم ما يعرفوها بجد غير لما يحاولوا لحد النهاية، وقال لخصمته تهز عصاها وتستمتع بالموسيقى، وده خلى البنت تغضب بشدة. بينما ولد صغير من الجمهور سأل لو كان يقدر يهز واحدة هو كمان. نيو اشتكت بغضب إن كل واحد من الناس في الجمهور دول قادر فعلا يستفزها، وركزت نظرها على الحارس الشخصي وسألته لو كان فعلا فاكر إنه يقدر يحمي كل الموجودين هناك. والشريرة ابتسمت ابتسامة شريرة وسادية واكدت ان مفيش واقع مريح كده في العالم ده، واندفعت بغضب ووعدته انها تخليه يفهم الحقيقة بالطريقة الصعبة. هنا وفي نفس اللحظة نيو قفزت عالي ناحية السماء وبدأت تجمع كمية عبثية من القوة المدمرة جوه عمود من اللهب. اللهب كان ازرق، وصرخت من فوق ان الحلم الساذج واللين اللي الحارس الشخصي بيحميه بكل قوة دي مش اكتر من وهم. والبطل اكتفى بمراقبتها بنظرة مركزة جدا ومن غير ما يظهر عليه اي
وفي اثر الخوف الشريرة اطلقت كمية هائلة من الطاقة الزرقاء المشتعلة مباشرة ناحية المسرح، ونيو اللي بقى عندها اجنحة من النار الزرقاء اعلنت ان وعوده مش اكتر من كلمات فارغة، وظهرت انها تفجر ساحة الحفل بالكامل ومعاها حلمه وحلم المغنية مرة واحدة للابد. وكورة عملاقة من الطاقة المدمرة بدأت تهبط بسرعة من السماء ناحية الاستاد المليان بالجمهور، ومن غير ما يفقد هدوءه رايان فعل وضع عصا الإضاءة في شنطته واكد انه مش هيسمح لها تعمل كده، وفكر نفسه بالوعد الرسمي اللي قطعه على نفسه انه عمره ما هيسمح لمأساة قاسية انها تتكرر مرة تانية. والشاب جري بسرعة عالية وهو بيمدح بسخرية قوة لهب الشرير الازرق، وقفز قفزة عالية بشكل لا يصدق ناحية كرة النار الضخمة، وعلق ان حجمها مثالي لخطته. الحارس الشخصي خطط يستخدم الانفجار الهائل ده كأنه مجرد مؤثر افتتاحي خاص لعرض المغنية، ومسك عصا الإضاءة العملاقة بإيده الاتنين ووجه ضربة دقيقة جدا ناحية الكورة، وتأثير ضربته بدت كل الطاقة المدمرة للنيران وحولها المطر من الشرارات الزرقاء المضيئة. قوة الشرير الهائلة تم تحييدها بالكامل وتلاشت في الهواء بسبب القوة المذهلة لضربة الحارس الشخصي. نيو اتجمدت في مكانها تماما مذهولة وغير قادرة على الكلام، وهي شايفة أقوى تقنية سرية عندها بيتم إبطالها بالسهولة ديت. وفي غرفة الملابس كانت الإيدول الجميلة ري بتستعد لدخول المسرح وهي بتظبط شعرها الفضي الطويل، مشيت بأناقة وإصرار ناحية أضواء ساحة الحفل الكبرى. ولما طلعت على المسرح المغنية رفعت نظرها فشافت السماء مضاءة بشكل جميل بشرارات زرقاء لامعة. المعجبون في الجمهور رفعوا نظرهم هم كمان بانبهار ناحية السماء معتقدين ان كل ده جزء من الافتتاح الكبير للعرض. ري راقبت مشهد الاضواء بانبهار من غير ما يكون عندها اي فكرة عن القتال القاتل اللي حصل دلوقتي ورا الكواليس. وعصا الاضاءة الزرقاء الخاصة بريان بدأت تفقد لمعانها ببطء بعد نهاية المعركة الملحمية. البطل هبط برفق من السماء وسط الغيوم وظلام الليل، راقب الاستاد من تحت وهو ماسك معداته اللي ضمنت سلام الحدث. وعيون ري الزرقاء لمعت بقوة وهي شايفة اخر الشرارات بتسقط زي النجوم فوق الجمهور، وابتسامة رقيقة وممتنة ظهرت على شفايف ري. ادركت ان عرض احلامها بدأ اخيرا، وصوت الايدول اتردد عن طريق مكبرات الصوت وهي بتسأل لو كان كل الموجودين مستعدين فعلا علشان يبدأوا. وري رفعت ايديها بحماس لتحية الجمهور الهائل من المعجبين اللي كانوا بيصرخوا باسمها من غير ما يوقفوا. هي صرخت في الميكروفون بفرح وزادت حماس الجمهور اكتر، بينما كان الكل بيهتز من شدة التأثر جوه الاستاد المزدحم. الاستاد كله انفجر في تصفيق وهتاف ضخم، بينما الايدول بدأت ادائها الموسيقي المنتظر بشدة. وشوية من اكتر المعجبين اخلاصا ما قدروش يسيطروا على مشاعرهم وبدأوا يبكوا دموع فرح بمجرد ما سمعوا اول نغمات الاغنية. وفي الوقت نفسه كانت نيو مرمية على الأرض ورا الكواليس مهزومة تماما وهو بيراقب الاحتفال من بعيد. رايان قرب منها بهدوء وسألها بسخرية لو كانت خلاص فاقت. الشريرة تأوهت من الألم، ولكن الشاب طلب منها ما تضغطش على نفسها وتسترخي بس علشان تستمتع بالأداء الجميل. وبص للمسرح المضيء من بعيد وعلق بفخر على مدى روعة أداء عملته. ولدهشة الكل ظهر الواد الصغير من الجمهور وهو ماسك سيف النار الضخم الخاص بالشريرة كأنه مجرد لعبة بريئة. ونيو فضلت في صمت مطلق بتحاول تستوعب هزيمتها المهينة في سكون، وقالت له انه مسكين وغبي وانه كان هيبقى اسهل لو نزل هناك لان محدش يقدر يحقق حلمه وهو مش موجود. ونيو حذرته انه دلوقتي بعد ما المفاوضات فشلت هو وري هيبقوا طول الوقت في مرمى نيران منظمة المأساة التي لا ترحم. وسألته ناوي يعمل ايه من دلوقتي وهي مدركة الخطر القريب اللي مستنيهم. والبطل اكتفى بالاستماع لكلام الشريرة وهو محافظ على نظرته المركزة والصامدة تماما. وبينما ري كانت بتغني بفرح لآلاف المعجبين تحت أضواء المسرح كان القتال ورا الكواليس انتهى، وريان رد بهدوء انه هيستمر يعمل بالظبط نفس اللي كان بيعمله دايما علشان يحمي الشخص الأهم. والقصة بتنتقل بعد كده لمدينة الإرهابيين الكئيبة المعروفة باسم نفتفال، حيث بيخطط ريان لإيقاف الخطر قبل ما يبدأ. ظهرت مجموعة من المجرمين المحليين متجمعين في شارع مظلم بيسألوا لو كان ده فعلا المكان المتفق عليه. وفجأة ظهرت ايد بتمسك بقوة الشنطة الشهيرة عالية التقنية اللي احنا كلنا عارفينها. رايان ظهروا معاه نيو مقبوض عليها ومكممة، وعلق بسخرية لو كانت دي هي المدينة المشهورة اللي من المفترض ان منظمة المأساة بتحكمها. هو استعد لقفز القلب المعركة، بينما الشريرة المربوطة على ظهره كانت بتحاول تحرر نفسها بيأس.
والبلطجية المحليين سحبوا سيوفهم بغضب وسألوا مين هو المتطفل الجريء اللي لابس بدلة ده. الحارس الشخصي أعلن إن الحماية الوقائية بتبدأ دلوقتي، وبعدها اندفع ضد مجموعة المجرمين كلها. العصابة كلها هجمت في وقت واحد لمهاجمة البطل بطريقة وحشية، وريان تفادى أول هجمات الأعداء برشاقة هائلة، وواحد من الخصوم تأوه من الألم بعد ما لمسته الطاقة المنبعثة من الشاب. وريان حول شنطته على تقنية بسرعة لمطرقة عملاقة كهربائية علشان يبدأ الهجوم المضاد. ومجرمين نفتفال قفزوا مع بعض في محاولة لضرب البطل من الجنبين، وبضربة واحدة مدمرة من مطرقته ريان صنع موجة صدمة عنيفة ضربت المجموعة كلها، والشاب أسقط الأتباع واحد ورا التاني بسهولة شديدة، مظهرا الفرق الساحق في القوة. وفي خلال ثواني قليلة من القتال كان كل الأتباع بالفعل مهزومين ومرميين على الأرض فاقدين الوعي، وآخر مجرمين لسه واقفين صرخوا بغضب وسألوه هو فاكر نفسه بيعمل ايه هنا. وريان بص لهم ببرود وسألهم لو كانوا مش شايفين الواضح قدام عينيهم، وبنظرة هادية ومخيفة البطل أجاب ببساطة إنه بيؤدي بس شغله في الحماية. والمجرمين بدأوا يعرقوا عرق بارد من شدة الحيرة، مش فاهمين أي حاجة من اللي كان يقصدها الدخيل، وعلقوا بخوف إن زي ما الشائعات في المدينة قالت الحارس الشخص ده فعلا مش طبيعي ومش مظبوط في دماغه. وفي اللحظة دي ظهر راجل مهيب اسمه أوبوم من الظلام وهو بيدخن سيجارة، وسأل لو كان كل اللي بيحصل ده فعلا شكله حماية كان هو حارس بوابة نفتفال، الحارس المرعب مجرم شديد الخطورة من التصنيف اسمه أبوم. وريان أجاب بلا تردد أيوة، لأن كل واحد من المجرمين دول لا يمثل إلا خطر هائل على العالم، وأضاف إن عاجلا أو آجلا كل واحد فيهم كان هيبقى تهديد مباشر، وعلشان كده هو هيستغل الفرصة ويقضي عليهم كلهم مع بعض. واحد من المجرمين صرخ بغضب متحدي الشاب للقتال، ولكن أوبوم طلب منه يهدى ويستنى. القائد الخطير من التصنيف قال انه قبل ما يبدأوا القتال عاوز يسأل سؤال مهم واحد بس، وثبت عينيه على البطل بجدية وسأله ازاي قدر يكتشف موقع المخبأ السري ده. نيو اللي كانت لسه واقعة ومكممة على الأرض بدأت تعرق عرق بارد واتحرك نظرها بعيد بشكل مريب جدا. وأوبوم شرح ان الموقع ده سري مطلق، حتى أعضاء وكالة الأمن نفسهم ما كانوش يعرفوه. الشريرة الأسيرة بدأت تتحرك بعصبية خايفة من رد فعل قائدها القاسي لما يكتشف الحقيقة. ريان نزع الشريط فجأة من على فم نيو فسمح ليها أخيرا إنها تتنفس وتتكلم من جديد، ولدهشة الكل بدأت تضحك بهستيرية وتصرخ باسم الحارس الشخصي بسخرية. وبصت للبطل اللي لابس البدلة السوداء، بصت له باستهزاء وقدمت له تعازيها بطريقة ساخرة. الشريرة شرحت وهي بتضحك إن ده هو المدخل الوحيد لمركز المدينة، وإنه مليان بمجرمين أقوياء من التصنيف والتصنيف وأضافت إن أوبوم ما سمحش أبدا لأي دخيل واحد إنه يمر من هنا، وده اللي خلاه معروف باسم الحارس الذي لا يخترق. ونيو كشفت إن السبب الوحيد لكشف موقع المخبأ السري ده هو تحويله لقبره الأخير. وبابتسامة سادية على وشها أكدت إن أصحابها من النخبة هيسحقوا الشاب من غير أي رحمة. وبينما نيو استمرت في الصراخ مطالبة الحلفاء بالهجوم فورا، قطعها أوبوم وهو بينادي اسمها بنبرة جادة. العملاق من التصنيف حدق في نيو بعينين بتلمع من الغضب وسألها لو كانت خسرت عقلها تماما، ووبخها بغضب وسألها أي نوع من العقول الفاسدة اللي يخليها تسلم موقع قاعدتهم لمجرد محاولة إنقاذ نفسها. القائد أطلق دخان سيجارة وطلب بمعرفة مكان التابعين اللي كان من المفترض يكونوا مرافقين ليها، وبصوت متلعثم من الخوف نيو اعترفت إنهم كلهم اتقبض عليهم واتاخدوا مباشرة لساحة عرض المغنية. أوبوم غضب بشدة لما استنتج انها باعت حلفائها بنفسها، ولكنها دفعت عن نفسها بيأس وقالت انهم اتقبض عليهم بس مع بعض. أوبوم علق باحتقار بان نيوكو ماما بتسيء حتى لسمعة أسوأ الاشرار، والقائد القاسي ببرود حذرها انه بمجرد ما يخلصوا من التعامل مع ريان هيتم اعدامها في نفس المكان من غير اي تردد. ونيو وقعت في يأس كامل وصرخت صرخة صدمة مطلقة بعد ما سمعت حكم نهايتها. ما كانتش قادرة تصدق اللي سمعته وبدأت تبكي
وهي بتتساءل ازاي انتهى بيها الوضع بالطريقه المأساويه ديت. البنت في عقلها اعترفت انها كانت فعلا بتؤمن ان اصحابها هيمزقوا ريان بسهوله، ولكنها ادركت برعب انه لو الحارس الشخصي اتهزم على ايد اعداء المدينه من تصنيف اس، فهي كمان هتضيع بعدها مباشره وهيتم القضاء عليها. وبينما ريان علق بسخريه ان حلفائها شكلهم مش طايقينها، اطلقت ضحكه عصبيه وحاولت تبرر نفسها قائله ان كل شيء مجرد سوء تفاهم رهيب. والمجرمين التانيين صرخوا فيها بغضب علشان تخرس وهددوها بايذائها بقسوه وباسوأ الطرق الممكنه. وواحد من الاتباع انفجر في الكلام وقال انها دايما كانت بتستفزه بشده بملابسها اللافته والصاخبه، واستمروا في اهانه البنت بكل الطرق، بينتقدوا تصرفاتها وحتى كمان تسريحه شعرها. ريان اتفاجئ من كميه العداوه ديت وسال البنت هي عملت ايه فظيع للدرجه دي علشان يخلي الكل يكرهها بالطريقه ديت. والبنت الصغيره ما قدرتش تطلع غير همهمات يأس والدموع نازله على وشها المرعوب. وفي حاله رعب كامله مع اقتراب الاعداء منها بغضب، نيو بدات تتوسل للشاب انه يصمد ويستحمل بينما الاشرار بيتقدموا، ووعدته انها تنهيهم. وإيبوم قاطع رجالته للحظه وبص للبطل وقال له انه هيديله فرصه واحده للنجاه. القائد عرض عليه ان لو ريان سلم لهم البنت الخاينه هيقدر يمشي بحياته. الكلام ده خلى نيو تترعب، والبنت توسلت ليه ما يصدقش المجرمين، لكن الحارس الشخصي فكرها ان هي كمان جزء من نفس المجموعه. البطل فضل ساكت شويه وهو ببرود بيقيم الموقف كله حواليه، ونيو كانت بتبص له بعينين مليانه دموع مستنيه بقلق اجابه هتحدد مصيرها. ريان حك راسه بتفكير وسال بصوت مسموع هو المفروض يعمل ايه معاها. فالبنت اتفاجئت والشاب علق بخفه ان الاعداء كتير وانه مش شايف طريقه يكسب بيها القتال ده، وده خض الخصوم نفسهم. اقترح انه يقبل الصفقه ويسلم الشريره وكأن ما حصلش اي حاجه. البنت صرخت بيأس وطلبت منه ما يعملش كده، واصرت انه قوي كفايه ويقدر يهزمهم. ولكن البطل رد عليها وقال انها نجت قبل كده بس لانها اضعف مجرمه فيهم كلهم. الشاب وضح ان حمايتها دلوقتي هيبقى كأن حارس شخصي بيدافع عن ارهابيه، ولكنها سألته وايه المشكله في كده. ونيو جادلت بيأس وقالت ان حتى الارهابيين من حقهم يستأجروا حماية، وده خلى أوبوم مذهول من المهزلة كلها. ومن غير ما يهتم قوي بصراخ البنت، ريان بدأ يرجع كام خطوة لورا بهدوء، وفي النهاية قال ببرود إنها حتى مش عميلة رسمية عنده علشان تستحق أي نوع من الحماية. ريان تجاهل توسلات الأسيرة تماما ولوح بإيده وهو مديها ظهره وبدأ يمشي من المكان ببساطة. والشريرة المهجورة اتثابت في حالة صدمة مطلقة لما فهمت إن سابها لمصيرها. والمجرمين الغاضبين كلهم هجموا عليها مرة واحدة وهم شايلين أسلحتهم بصوت مزعج علشان ينفذوا حكمهم عليها في نفس اللحظة. وبينما المهاجمون بيعلنوا إن كل الخونة لازم يتعاقبوا، نيو بدأت تعيط بيأس. طلعت صرخة هستيرية من الرعب الخالص لما شافت شفرات الأعداء الحادة نازلة ناحيتها ومن وسط الظلام، والحارس الشخصي لابس بدلته ومكمل مشيه من غير ما يبص وراه. كانت البنت بتواصل الصراخ طالبا نجدة، وهجمات الأتباع الوحشية قربت جدا إنها تصيبها. وفي آخر لحظة من يأسها صرخت بكل قوتها إنها بتعين البطل رسميا كحارسها الشخصي. وبمجرد ما سمع الاعلان المهم ده، ريان وقف فورا في نص الشارع المظلم، لف ناحيتها وعلى وشه ابتسامه جانبيه وسالها هيكون ايه المقابل في عقد الحمايه. نيو وعدته انها هتدفع اي مبلغ فلوس هو عايزه، ولكن البطل رد فورا انه مش عاوز فلوس. والبطل شغل شنطته المضيئه وكشف ان اللي هو عايزه فعليا كمقابل حاجه مختلفه جدا عن الفلوس. البنت وسعت عينيها بحيره وفضول، عايزه تعرف الحامي هيطلب منها ايه في اللحظه ديت. وعقد ازرق ثلاثي الابعاد ظهر في الهواء وبيشترط انها تقدم كل المعلومات السريه عن منظمه المأساة، وبنظره ذكيه طلب منها كل المعلومات اللي عندها عن الوكاله المرعبه ديت بالتفصيل الكامل. نيو اترعبت تماما من الطلب المجنون ده وبدات تتلعثم وهي بتقول ان ده مستحيل تماما بالنسبه لها. ومن غير ما يضيع وقت في الندم او الكلام، الشاب لف تاني بشنطته وحذرها انها لو رفضت فالصفقه هتتلغي. والمهاجمين القاسيين قربوا اكتر باسلحتهم الجاهزه، وده خلى البنت الصغيره تصرخ في حاله هلع كامل. ومع اقتراب النهايه ومن غير اي مخرج تاني قدامها، طلعت صرخه يأس مرعبه. العقد الرقمي لمع بقوه في الهواء وهو بيسجل رسميا توقيع العميله الجديده وموافقتها. والبنت وهي بتعيط بحرقه صرخت للحارس الشخصي يبص ويشوف انها لسه موقعه الوثيقه. ريان ابتسم برضا واعلن ان العقد دلوقتي بقى سار مفعول. بعدها اطلق صاعقه مدمره ضربت الاعداء مباشره، وبوم فضل يراقب في صمت حجم
حجم الدمار الهائل اللي سببته ضربة البطل الكهربائية نيو، وهي لسه بتشهق من العياط بصت له وقالت انها تعتمد من دلوقتي على مساعدته. ورايان ابتسم ابتسامة ودودة وناداها بعميلته العزيزة وهو ماسك العقد الموقع، واندفع بسرعة ناحية باقي الأعداء وقبضته الكهربائية مشحونة بالكامل. رايان وجه لكمة مدمرة لواحد من المجرمين المسلحين وحطم دفاعه فورا. الراجل صرخ من الألم لما اتضرب بالتأثير الكهربائي العنيف لقبضة البطل الحديدية، وأتباع كتير حاولوا يهاجموه في نفس الوقت من الجنبين، ولكنه استعد يرد عليهم كلهم مرة واحدة. اتحرك بسرعة خارقة ووجه لكمة من فوق لتحت في صدر واحد من الخصوم، وبعدها مباشرة لف بجسمه وضرب مجرم تاني بلكمة دقيقة. وفي نص القتال رايان وزع لكمات كهربائية وركلات قوية وأسقط الأعداء بسهولة شديدة واحد ورا التاني، وثلاث مجرمين تانيين جريوا ناحيته شايلين اسلحتهم وبيصرخوا بغضب. الحارس الشخصي جمع كميه ضخمه من الكهرباء في قبضته علشان يطلق الضربه النهائيه، واطلق موجه صدمه هائله جرفت وصعقت كل باقي العصابه مره واحده. نيو كان بيتفرج وبقها مفتوح وبتتمتم بانبهار عن قد ايه قوه الراجل ده مذهله، واتصدمت لما شافته قضى على عشرات الاعداء في لحظه واحده، وبدات تفكر في الشائعات اللي كانت سمعتها عنه قبل كده. البنت الصغيره استنتجت ان قوته الحقيقيه اعلى بكتير من اي حاجه كانت تتخيلها، ولكنها افتكرت ان الحارس اوبون مختلف وعنده قدره خاصه القوه الغاشمه ما تقدرش تغلبها. نفتفال هي مدينه سريه استولى عليها مجرمين خطيرين ومداخلها مخفيه جدا وصعب اي غريب يوصل لها، وحتى لو قدر حد يكتشف واحد من الممرات السريه دي مفيش حارس شخصي قدر فعلا يدخل المكان عالي الحراسه ده قبل كده. والسبب بسيط جدا، اوبون المرعب هو المسؤول المطلق عن حراسه والدفاع عن مدخل المدينة السرية. البطل حلل الموقف وعلق ان الخصم الوحيد اللي فاضل هناك دلوقتي هو القائد المخضرم نفسه. اوبون مشي وهو محاط بهالة خضراء مضيئة، ومدح الشاب لانه هزم كل الرجالة دول في وقت قصير جدا، وركز عينيه على الشنطة وسأله لو كانت قوته جاية من الجسم ده اللي بيسمح له يطلع اي سلاح من جواه. الشرير مدح تنوعه التكتيكي في استخدام الاسلحة، ولكنه اكد ان محدش هيعدي من البوابة طول ما هو واقف. العملاق من التصنيف اس اطلق كميه غير معقوله من الدخان الاخضر المضيء وهو بيستعد يفعل قدرته القتاليه الخاصه. رايان بص للخصم بتركيز شديد وهو بيحلل التغير في الطاقه اللي بيحصل قدام عينه، وفجاه الارض حوالين المكان بدات تهتز وبسرعه اتغطت بصفائح معدنيه عملاقه لونها ذهبي واخضر، والهيكل المعدني كله اتجمع مع بعضه وكون بوابه هائله غير قابله للاختراق وبعينين مضيئه ومرعبه. صوت اتردد من جوه الهيكل وكشف ان اوبوم نفسه اتحول لبوابه مدينه نفتفال التي لا تخترق ولا تدمر. رايان مسك مطرقته الكهربائيه باحكام ولقى الموضوع مثير جدا للاهتمام، ان الخصم يقدر يتحول لبوابه عملاقه. البوابه المعدنيه الضخمه بدات تكبر اكتر في الحجم وسمكها، ودروعها الدفاعيه المذهله زادت، ومن غير ما يظهر عليه قلق البطل اندفع بسرعه وعلق ان الحجم الاكبر معناه بس ان عنده مساحه اكتر يوجه فيها ضرباته. رايان اتقدم باصرار وافتكر اللي كان قاله للمجرمين قبل كده. صوت اوبوم المدوي اتردد في المكان وهو بيكرر وعده ان الدخيل مش هيقدر يدخل من هنا باي طريقه. والشاب اظهر ابتسامه ساخره وبنبره استهزاء ساله لو كان متاكد للدرجه دي، وغير شكل معدته المعدنيه وحولها لمدفع كهربائي عملاق عالي القوه علشان يضرب الهدف. والمدفع الضخم بدا يجمع كميه هائله من الطاقه المضيئه في قلبه وطلع صوت يصم الاذن. رايان اطلق شعاع ليزر كهربائي عملاق ومدمر اطلقه مباشره على الهيكل المدرع للبوابه المعدنيه، ولكن لما الدخان بدا يختفي البطل لاحظ بدهشه ان البوابه تقريبا ما اتضررتش باي ضرر خطير، وبطلنا بدا يعرق جامد وبصوت مسموع اعترف ان صلابه الدرع المعدني الدفاعي ده مجنونه فعلا. ونيو صرخت بيأس وحذرته انه مش هيقدر يعدي من هناك بمجرد استخدام القوه الغاشمه في هجماته. حكيت له ان في الماضي 5 من اقوى قادة الاقسام في وكالة الامن اتحدوا علشان يحاولوا يهزموا اوبوم، وكشفوا انهم ما قدروش يعملوا فيه خدش واحد لان في شرط خاص اجباري لازم يتحقق علشان البوابة تفتح. رايان بص للبنت بفضول وسألها ايه هو الشرط الخاص المطلوب ده، ولما البطل سألها ليه هي نفسها ما تعرفش الاجابة طالما هي من نفس المجموعة واوبوم من جوه البوابة، علق ان البنت الغبية دي عمرها ما هتعرف حاجة زي دي. الحارس سخر من
البنت وضحك بصوت عالي واكد ان دماغها فاضيه تماما من الذكاء. نيو صرخت بعصبيه شديده وقالت انها مش غبيه ولا دماغها فاضيه، ولكن ريان وافق الشرير وقال لها انها فعلا كده. وابومه سخر من نيو لانها اتحالفت مع العدو وقال انه من البدايه اصلا ما كانش قادر يستحمل وجودها المستفز. البنت الصغيره صرخت وهي بتعيط وسالته هي عملت ايه سيء للدرجه دي علشان يكرهها، ولكن الحارس سالها لو كانت اصلا فقدت ذاكرتها. وبنظره مرعبه ابوم اعلن بجديه ان الناس التافهه والمزعجه زيها هم اكتر ناس بيكرهها في العالم كله. وبوم شرح انه حتى لما اتكتب تاريخ الغزو ضد ريان بشكل واضح جدا على لوحه الاعلانات، نيو فضلت تتصرف لوحدها تماما واندفعت للمهمه وهي واخده بس مرؤوسيه المباشرين. ولما سمعت الكلام ده البنت بدات تتلعثم من الصدمه الكامله لانها ما كانتش تعرف اي حاجه عن الاعلان. وفي نفس الوقت ريان علق انه دلوقتي فهم تماما سبب كرههم ليها، والحارس وضح انها عملت نفس الشيء مع عقد ريان ووقعت عليه من غير ما تقراه. ولما حاولت تبرر نفسها قال لها تخرس وصرخ بغضب ان الحمقى الاغبياء زيها اللي حتى ما يعرفوش يقروا العقد صح لازم يتشالوا من العالم ده تماما. نيو صرخت باعتراض واكدت انها مش غبيه وبتعرف تقرا كويس جدا، ولكن ريان قاطعها وقال لها انها واضح جدا انها ما بتعرفش، وتفاخرت وقالت انها بتقرا كتابين في الاسبوع. لكن لما اتضح انهم حكايات خرافيه البطل تجاهل النقاش وركز على شرط البوابه. نيو شرحت ان الناس اللي بتستخدم قوه خاصه غالبا بيفرضوا شروط تفعيل معينه ممكن تكون بسيطه او معقده، وشرحت بالتفصيل ان قدره اوبومو الخاصه وظيفتها بس انشاء بوابات بتوصل لاماكن ماديه تانية، وبما انها بوابه بيمر منها عشرات الحلفاء كل يوم فالبطل استنتج ان شرط الفتح مستحيل يكون حاجه معقده. وبتحليل كلام الاتنين رايان استنتج ان ابومو اتعصب لان نيو نسيت تفصيله تافهه وبدا يدور على اي علامه بصريه. وفجاه نظره الحارس الشخصي المركزه وقفت بدقه شديده على جزء معين من الهيكل المعدني الضخم راقب بهدوء المقبضين الذهبيين العمودين اللي موجودين بالظبط في نص البوابه الهائله التي لا تخترق. وبينما نيو كانت لسه بتزعق وبتطلب منهم يبطلوا ينادوها بالغبيه، البطل طلب منها ببساطه تسكت وما تشتتش افكاره. البنت الصغيره سالته بغضب هو مش المفروض واقف في صفها، لكن الشاب تجاهلها تماما وبعدها اعلن انه اكتشف السر. وبكل هدوء ريان اعلن بجديه انه فك الشفره وعرف الشرط المطلوب بالظبط لفتح البوابه المرعبه، وعلق انه ما كانش متوقع ان سر الفتح يكون بسيط للدرجه السخيفه ديت. البوابه المعدنيه العملاقه فضلت تراقبه في صمت وهي بتطلق هاله مهيبه ومتحديه في المكان كله. نيو بصت لفوق بحيره وفضول وسالته ازاي قدر يفك اللغز ده بالسرعه ديت. البطل بدا يشرح بالتفصيل وذكر ان القدرات الخاصه بتتقسم لثلاث فئات اساسيه من القوه، وذكر ان الفئه الاولى هي القدرات الهجوميه البحته الخاصه بالقتال، بعدها ذكر الفئه الثانيه الكبيره وهي القدرات الدفاعيه البحته، واخيرا الانواع الخاصه. وشرح ان صعوبه الشروط بتختلف حسب الفئه اللي القدره بتنتمي ليها. رايان وضح ان القدرات الهجوميه كل ما كان قيد الاستخدام اكتر تعقيدا وصعوبه كل ما كانت الضربه النهائيه للمستخدم اقوى واكتر تدميرا. اما في القدرات الدفاعيه فالعكس تماما بيحصل، لان كل ما كان شرط الاستخدام ابسط كل ما كان الحاجز الدفاعي للمستخدم اقوى واكتر مقاومه واصعب في الاختراق. واشار ان الانواع الخاصه بتاخد اشكال متنوعه جدا، فقرر يسيب الفئه ديت على جنب في الوقت الحالي. الشاب شرح ان قوه اوبوم اللي بتحوله البوابه مدرعه تعتبر بشكل واضح قدرة دفاعية، وبالنظر للصلابة المذهلة والمجنونة اللي أظهرها الحاجز بتاعه قدام الهجمات السابقة رايان استنتج إن الشرط المطلوب لفتح البوابة المعدنية لازم يكون حاجة بسيطة ومباشرة بشكل سخيف. والبطل سأل البنت لو كانت فهمت التفكير المنطقي ده فخلاها تسأله بقلق إيه بقى الشرط البسيط ده. بعدها رايان استدعى سلاسل من الطاقة الزرقاء المضيئة في إيده وحذر إن إجابة اللغز ده واضحة جدا، وأطلق السلاسل الكهربائية بدقة شديدة مباشرة ناحية أعلى البوابة المدرعة الضخمة، وحلقات الطاقة الزرقاء التفت بشكل مثالي حوالين المقبضين الذهبيين الضخمين في الهيكل. والحارس الشخصي شد السلاسل بكل قوته وخلاها مشدودة جدا على الجسم المعدني وابتسم بسخرية وكشف إن الشرط مش إنك تزق الباب بالهجمات ولكن إنك تشده من المقابض. نيو وسعت عينيها وطلعت منها همهمة عدم تصديق كاملة بعد ما سمعت الكشف السخيف وغير المتوقع ده. البنت الصغيرة قالت مستحيل يكون
الموضوع بسيط للدرجه دي، لكن البطل رد ان مفيش شرط تاني هيكون اكفأ من ده لبوابه بيمر منها حلفاء كتير كل يوم، وشرح ان على مدار سنين عدد لا يحصى من الدخلاء حاولوا يكسروا الهيكل ده بالقوه باستخدام هجمات متفجره من الخارج، ووضح من خلال رسم تخطيطي ان كل مره كانوا بيهاجموا فيها الطاقه كانت بتتحرك من الخارج للداخل، وده عمليا كان معناه انهم بيزقوا الباب، وبما ان محاولات الاقتحام كانت بتزق الهيكل بس فهو عمره ما فتح لان البوابه مصممه انها تفتح بس لما تتشد. رايان مدح فكره الحارس العبقريه وعلق انها شرط بسيط جدا ولكنه خادع جدا، والبنت رفضت تصدق ان السر تافه للدرجه دي، ولكن البطل حذرها ان عنده دليل نهائي يثبت نظريته تماما، وشاور بصباعه على الهيكل وكشف ان كلمه اسحب مكتوبه حرفيا في نص الباب المعدني، ونيو دخلت في حاله شلل ذهني كامل وطلعت صرخه دهشه تانية، وقدام الكشف غير المعقول ده بوابه اوبوم المعدنيه بدات تلمع بقوه في الشق الموجود بين الضرفتين، والضوء كشف بوضوح كلمه اسحب منقوشه ببروز في نص الهيكل الدفاعي المدرع، وبجانب تعليمات السحب كان في كمان لافته مضيئه مهذبه بتطلب من الناس يتراجعوا خطوه لورا. البنت الصغيره فضلت بتعبير غبي تماما وبق مفتوح قدام البساطه المبالغ فيها للحاجز، وبغضب شديد بدات تهاجم القائد بالكلام وسالته انهي نوع من الاغبياء بيكتب شرط الفتح قدام عين كل الناس كده. عين اوبوم الصفرة الضخمه لمعت على البوابه بغضب شديد وهو بيصرخ عليها ان الغبيه الوحيده هناك هي اوبوم، وهو متضايق سالها هي فاكره انه بدا يكتب التعليمات دي على البوابه امتى. بعدها صرخ انه كتبها مخصوص علشانها بعد ما انضمت لمنظمه المأساة. نيو اشتكت وطلبت منه ما يلومهاش وقالت انه كان المفروض يقول بصوت عالي بدل ما يكتب، ولكنه رد عليها انه قال الكلام ده مرات كتير اكتر من انه يقدر حتى يعدها. وبوم افتكر ان البنت في النهايه كانت دايما بتعمل نفس الحاجه في الماضي، كانت تشتكي ان البوابه مش بتفتح وتطلب منه يعديها وهو يقولها ببساطه اسحبي بدل ما تزقي، وحتى مع تحذيره ان مكتوب حرفيا اسحب كانت بتصر تركل الباب وتحاول تفتحه بالعافيه، كانت بتصرخ وتقول انه معلق بينما هو بيتوسل ليها بيأس شديد انها بس تشد المقبض، ولكنها كانت بتفضل تخبط دماغها وتستخدم عصايتها وتوجه ركلات عنيفه ضد الهيكل المعدني. الحارس فضفض بغضب وقال انه مهما امرهم مئات المرات انهم يسحبوا الناس ببساطه كانت تفضل تزق. رايان وافقوا وعلق ان دايما في ناس مصره تزق حتى لما يكون مكتوب بوضوح شديد ان المفروض تسحب. واوبوم صرخ وقال ان الموضوع مش نيو بس، ده كل الناس بتتجاهل التحذير وبتحاول تكسر الباب زي شويه جهله. ونيو حاولت تبرر موقفها وقالت انها ما كانتش تعرف ان ده هو الشرط، فالبوابه صرخت فيها وقالت لها ما تألفش كلمه جديده. الحارس وصل لدرجه انه بكى وقعد يعيط وهو بيتوسل للناس يتعلموا يقرأوا. وهنا رايان قرر ينهي النقاش ده. البطل حذر انه يسحب البوابه بالطريقه الصح وقال لها تفتح بقى مره واحده وللابد، ورغم ان اوبوم عرف ان خصمه اكتشف السر هو حذره انه مش هيسمح له يعدي وانه هيقاوم بكل قوته. رايان ابتسم وساله بسخريه هو بيتكلم عن ايه، وبدا يشد السلاسل بقوه هائله وقال ان البوابه اللي بترفض تفتح. وقبل ما يكمل كلامه الحارس اتخض من قوه الشاب وبدا يتساءل ازاي ممكن يكون قوي كده بالطريقه العبثيه ديت. ورايان كمل كلامه وقال ان في الحاله ديت المفروض البوابه دي تتحط عليها لافتة مكتوب عليها مقفولة. ونيو وهي منبهرة باللي بتشوفه صرخت باسمه بصدمة وعينيه بتلمع باللون الأحمر. أكد إن البوابة لازم تتصرف كبوابة وتفتح بالكامل. وأوبوم اتحسر بإحباط لأنه عمره ما سمح لأي دخيل يدخل قبل كده، ولما أدرك إن دفاعه المثالي وقع بالطريقة دي لام نيو على كل حاجة وصرخ إن ده كله غلطتها لأنه كتب التحذير ده مخصوص علشانها. وبينما كان بيجبر على الفتح بالكامل أوبوم صرخ بكل قوته إنه عمره ما هيسامحها على اللي حصل وحذرها إنه هيشيل منها الغل ده للأبد. بينما البنت الصغيرة ما طلعتش غير ضحكة عصبية ومحرجة. وفي اليوم ده تحديدا بوابة أوبوم الأسطورية اللي كان الكل بيقول إنها مستحيل تتفتح اتفتحت أخيرا بالقوة على إيد البطل. وبكده الحارس الشخصي رايان نجح في إنه يكمل تسلله لمدينة الحصن نفتفال.
وفي نفس اللحظة المشهد انتقل لمقر منظمة المأساة جوه المدينة، وتحديدا جوه المبنى الفخم. كان بعض أعضاء النخبة في المنظمة الإجرامية متجمعين بالفعل، كانوا مستنيين بهدوء بداية اجتماع مهم على وشك يبدأ. والقائد اللي كان قاعد على الترابيزة بص حواليه وعلق ببرود وقال ان واضح ان كل الضيوف وصلوا، وضم صوابعه لبعض واعلن انهم يقدروا دلوقتي يبداوا الاجراءات. الراجل حذر ان جدول اعمال اليوم هيتفتح فورا، وكشف ان الموضوع الاساسي للاجتماع هو تسلل الحارس الشخصي ريان لاراضيهم. هو ده بالمر، الرئيس المرعب لاتحاد المأساة اللي كان بيدير الاجتماع بابتسامة مظلمة. بدأ يشرح ان قوة البطل مصنفة كقدرة من النوع الخاص، والرئيس وضح ان ريان بيخزن طاقته الروحية جوه الشنطة اللي بيشيلها، وكمل شرحه ان الشاب بيستخدم الطاقة المخزنة ديت علشان يصنع انواع مختلفة من اسلحة القتال. وواحد من الاعضاء اللي على الترابيزة قطعه وسأل لو كانت قدرة العدو ديت ليها اي نقطة ضعف واضحة تماما، وبالمر جاوب ان غالبا الدخيل مش هيقدر يستدعي اي سلاح لو الشنطة مش معاه. وواحد من الاعضاء سأل عن سبب ان ريان اقتحم المكان، ووضح انه كده ساب الايدول اللي المفروض يحميها وجاي لغاية هنا. وشرير تاني سأل لو كانت العميلة المشهورة اللي بيتكلموا عنها هي البنت اللي اسمها ري، والبنت اللي لابسة نضارة سألت مين اصلا اللي استأجرهم علشان يخلصوا على المغنية، بما انها حتى مش باين عليها مشهورة للدرجة دي. وبالمر اطلق ابتسامة غامضة وبدأ يرد على سؤال المجموعة، حذر ان المعلومة دي سرية وما ينفعش تتكشف في الوقت الحالي، ولكنه وعد انه هيقول لهم كل حاجة بعدين. وصمت متوتر سيطر على قاعة الاجتماع الكبيرة بعد الرد المراوغ ده من الرئيس. والرئيس قرر انهم في كل الاحوال لازم يقبضوا على ريان قبل ما يبدأ يسبب دمار في المدينة. وقفل الموضوع وهو بيبص للحاضرين وسأل مين فيهم يتطوع ويروح دلوقتي يصطاد الدخيل. ريان ونيو بدأوا يمشوا في الشوارع اللامعة والحديثة لمدينة نفتفال المزدحمة. البطل كان متخفي بنضارة وشنب مزيف، وعلق ان الكل كان بيسمي المكان ده مدينة الارهابيين، لكن وهو بيبص حواليه لاحظ ان السكان هناك باين عليهم ناس عاديين عايشين يومهم بشكل طبيعي. مدنيين كتير كانوا ماشيين بهدوء على الارصفة من غير ما يبان عليهم اي تصرف مريب. استنتج ان المكان شكله مجرد مدينة عادية، وان اي مكان الناس بتعيش فيه في النهاية بيبقى شكله كده. ونيو بسخرية سألته لو كان فعلا متوقع يلاقي انفجارات بتحصل من غير توقف في كل حتة. اشتكت من الوزن وسألته هيفضلوا لابسين التنكر ده لغاية امتى، ولكنه ناداها بالغبية وحذرها ان وشوشهم مشهورة جدا، وهي اقترحت انهم ببساطة يضربوا اي حد يهاجمهم، ولكنه فكرها ان في مدنيين كتير. والبطل استغرب بسخرية ان مجرمة بتقلع على المدنيين. ريان قرر يغير الموضوع ونادى على البنت علشان يلفت انتباهها، وسألها لو كانت الخطة فعلا انهم يروحوا مباشرة لمقر منظمة المأساة، وهي اكدت انه وفي نفسها بدأت تتمتم وهي بتستعجل الحارس الشخصي علشان يمشوا اسرع. افتكرت اللحظة اللي اتصدمت فيها لما عرفت انهم ناويين يقتحموا مقر المنظمة نفسه. البطل سألها لو كان عندها مشكلة في كده، وهي ردت بيأس ان دي مشكلة ضخمة. البنت الصغيرة جادلي ان القادة الاساسيين متجمعين هناك، لكن الشاب رد بهدوء ان ده ممتاز. بعدها البطل قال لها تفتكر فلسفته في الحماية، وشرح انه بيقضي على كل تهديد من البداية علشان الخطر ما يوصلش للعميل ابدا. واضاف ان تجمع الاعداء في مكان واحد حاجة عظيمة. وهي سألته ناوي يعمل ايه، هل هيقتحم المكان لوحده؟ الشاب ابتسم وفكرها ان الحقيقة انهم اتنين في المهمة ديت. هي صرخت وقالت انها مجرمة مش حليفة، لكن الشاب قال لها تتقبل انها اترمت وتم الاستغناء عنها من جماعتها وتنضم ليه علشان تكفر عن اللي عملته. البنت اقترحت انهم على الاقل يجهزوا نفسهم ويدوروا على حلفاء اكتر لو كانوا فعلا هيقتحموا، لكن ريان قاطعها وبصوت هادي فكر وقال ان الاعداء مش هيقعدوا مستنيين كده، وانهم كمان هيستخدموا الوقت ده علشان يجهزوا نفسهم. وشرح ان ده هيخلي القتال اكبر واطول، وعلشان كده لازم يسحقهم قبل ما يكون عندهم وقت يردوا. وبابتسامه مخيفه قال لها تاخدهم للمقر فورا، وفكرها ان بينهم عقد مختوم. وقدام الضغط العبثي ده ومن غير اي مخرج البنت فضلت ساكته تماما. وفي الوقت الحالي البنت فكرت بسخريه ان العقد ده مجرد نكته، وانها ما عندهاش اي نيه حقيقيه انها تلتزم بيه. وبابتسامه شريره فكرت انه يستمتع بالاكل طول ما هو قادر، لان ده اكيد هيكون اخر وجبه ليه. وكشفت في عقلها انهم مش رايحين للمقر، ولكن رايحين لشركه الامن المحليه في نفتفال اللي اسمها سكيورتي. هي عارفه ان
المنظمة حاليا فاكرة انها خانت المجموعة وانضمت للجانب التاني، ولكن عندها خطة تصلح بيها الموضوع. البنت ناوية تسلم البطل مباشرة لفريق امن الشركة علشان توضح سوء التفاهم ده مرة واحدة، وبكده هي معتقدة انها اخيرا هتقدر ترجع لروتينها الطبيعي في ارتكاب الجرائم زي الاول. وفجأة عيون البنت اتوسعت من الصدمة لما شافت بوستر احمر ضخم ملزوق على جدار زقاق. على اللوحة كان فيه اعلانين مطلوبين بمكافأة عالية جدا على راس ريان وكمان على راس نيو نفسها. اعلان نيو كان عارض مكافأة قدرها 200,000 دولار للقبض عليها مع تصريح واضح بالتخلص منها. البطل بص على الاعلانات من قريب واشتكى بدي انه من المستفز ان مكافأة راس البنت اكبر من مكافأته، ولما نيو فهمت المعنى الحقيقي ده طلعت ضحكة انتصار مليانة خبث غيرت رأيها في نفس اللحظة وصرخت بحماس انهم يروحوا مباشرة للمقر، وادعت انهم بس كانوا واخدين الطريق الغلط. نرجع تاني لقاعة الاجتماع الكبيرة. واحد من اعضاء المجموعة اكد ان الرئيس بالمر بذات نفسه لازم يقود المطاردة دي. القائد اتفاجئ من الاقتراح الغير متوقع ده من التابع بتاعه وطلب منه يعيد اللي قاله. والراجل اللي لابس قبعة ساحر جادل ان المجموعة في العادي مش بتقبل شغل من غير ما تعرف الهوية الحقيقية للعميل الاول، واضاف بما ان بالمر هو الوحيد اللي يعرف مين اللي طلب المهمة فهو بنفسه لازم يحل الموضوع. والتانيين وافقوا على رأيه. الرئيس بالمر فضل يبص لمجلسه في صمت تام محافظ على ملامح جدية صعب قراءتها، واطلق تنهيدة طويلة وقال انه ما عندوش اختيار تاني، وكشف انه كان اصلا ناوي يقول الحقيقة. بعدها بالمر عدل قعدته على الكرسي وبدأ يكشف رسميا هوية الشخص اللي امر بالتخلص من المغنية ري. وفجأة قاعة الاجتماع كلها بدأت تهتز بعنف مع صوت خبط عالي خض كل الموجودين. وبره في نص الشارع المدنيين وقفوا ماشي وبصوا بفزع ورعب ناحية قمة البرج الضخم الخاص بالمنظمة. انعكاس عيون الرئيس بالمر اظهر ظل البطل وهو بيسقط بسرعة هائلة من السماء مباشرة ناحية المبنى، والسقف الزجاجي للمبنى اتحطم بالكامل مع انفجار عنيف من التراب والحطام المتطاير في كل الاتجاهات. السكان اللي في الشارع اتفرجوا على كل حاجة وهم في صدمة كاملة ومشلولين قدام الهجوم المفاجئ والمدمر ده. ومع بداية دخان يتلاشى ببطء شديد جوه قاعة الاجتماع المدمرة الاشرار استعدوا للأسوأ، ومن وسط الغبار ظهر ريان وهو ساقط بمطرقته العملاقة المصنوعة من الطاقة الزرقاء وسحق ترابيزة اجتماع منظمة المأساة بكل قوته. ريان قال للموجودين انه بما انهم هم المديرين التنفيذيين فده وفر عليه شغل انه يدور عليهم واحد واحد. وفي الوقت اللي نيو كان بتمتم بيأس انها ما تعرفش اي حاجة هو استعد يقاتل الاعداء المجتمعين هناك وحذرهم ببرود انه جاهز يبدأ. بالمر لقى جرأة الحارس الشخصي مسلية وعلق بسخرية ان حالته ميؤوس منها لانه اقتحم المكان بنفسه. ومنظمة المأساة معروفة على مستوى العالم انها اكبر واخطر منظمة اجرامية على الكوكب كله وتحت قيادة الرئيس بالمر. المنظمة بتعتمد على القيادة الاستراتيجية ل5 نواب رؤساء في غاية الخطورة. ومن غير ما يضيع وقت البطل جهز شنطته عالية التقنية وبدأ يوجه طاقته الروحية الزرقاء المضيئة. وواحدة من نائبات الرئيس بصت للبطل بابتسامة ساخرة وعلقت انه شكله احسن بكتير من صور المطلوبين. وريان اكتفى انه يبص لها بنظرة جادة ومركزة وهو مستعد تماما لاي نوع من الهجمات المضادة. والمديرين التنفيذيين بدأوا يسخروا من صغر سنه وجرأته وعلقوا ان المغرورين اللي زيه في العادي مش بيعيشوا كتير. ونائبة الرئيس الغامضة صاحبة الشعر البلاتيني فضلت تراقب في صمت من غير ما تبين اي رد فعل او مشاعر. بالمر ضحك وعلق ان الشاب فعلا متهور زي ما الشائعات قالت، وبما انه اقتحم منطقتهم لوحده. وقبل ما يكمل البطل صحح كلامه وقال انه مش لوحده لان نيو معاه، فخلى البنت تصرخ في يأس انها ملهاش اي علاقة بيه. بالمر دعا الدخيل يقعد ويتكلم لكن البطل رفض وقال انه مش تعبان وان نيو هي اللي دلته على المكان. ريان شاور بايده ناحية المجموعة وحذرهم انه غير كده ما عندوش اي حاجة يتكلم فيها. رئيس منظمة المأساة فضل يراقب الطاقة الزرقاء وهي بتقرب منه بهدوء شديد. البطل اندفع بسرعة غير معقولة تماما ووجه ضربة مشحونة بالكهرباء مباشرة ناحية كرسي الرئيس وببرود اعلن انه ما عندوش اي كلام يقوله مع شوية مجرمين وخارجين عن القانون. لكن فجأة عيون البطل اتوسعت لما ادرك ان في حاجة غلط وغريبة جدا في هجومه. لاحظ ان ضربته عدت من خلال جسم الرئيس من غير ما تسبب اي ضرر جسدي او تأثير حقيقي. الشاب اتلخبط قدام الموقف ده وسأل نفسه في عقله ايه القدرة الغريبة دي
وبالمر ابتسم بسخرية ورد ان الموضوع في الحقيقة مالوش علاقة بأي قدرة قتالية خاصة، وكشف انه مجرد هولوجرام تكنولوجي، وسخر من فكرة ان مديرين تنفيذيين مشغولين زيهم هيجتمعوا بنفسهم علشان خاطر دخيل. وقائد المنظمة الإجرامية حذر ان عنده تفصيلة مهمة جدا لسه لازم يكشفها للحارس الشخصي. بالمر قال بنبرة احتقار ان الشاب ما يتفشخرش بنفسه زيادة لانه لسه مش في المستوى المطلوب لمواجهة المجموعة. وفجأة موجة ضخمة من الطاقة البنفسجية المدمرة بدأت تظهر حوالين ريان واتحاصروا بالكامل. ولما أدرك الخطر القريب البطل قفز لورا برشاقة علشان يهرب من الفخ القاتل ده. وهولوجرام الرئيس فضل يراقبه وهو بيتفادى الهجوم محافظا على تعبير ساخر واحساس كامل بالتفوق. ريان قدر ينزل ثابت على الارض ولكنه لاحظ ان حركته بقت محدوده شويه بسبب الضغط الروحي ده. حس ان التقنيه دي مزعجه جدا وبدا يحلل في عقله لو كانت قوه الخصم من النوع الخاص ولا الهجومي. الشرير ابتسم باحتقار واستعد يدي اخر معلومه مجانيه للدخيل العنيد والمزعج بتاعه. قال انه بسبب شجاعه البطل في اقتحام المكان هيشاركوا على الاقل معلومه مهمه. بالمر كشف ببرود ان الشخص الغامض اللي امر بالتخلص من الايدول المغنيه ري هو شخص ريان نفسه يعرفه كويس جدا. لما سمع الكشف الصادم وغير المتوقع ده البطل اتجمد تماما في مكانه ومن غير اي رد فعل في نص الغرفه. وبينما الهولوجرام بتاعه بدا يختفي بالمر ودعه بطريقه ساخره وتمنى ليه يعيش فتره كفايه علشان يتقابلوا تاني. ريان تجاهل وداع القائد وفضل مركز في افكاره بيحاول يعرف مين ممكن يكون الشخص ده. ومن على الارض نيو صرخت بيأس البطل وحذرته ان ده اكيد مش الوقت المناسب انه يسرح، وشاورت برعب ناحية الفتحة الكبيرة المدمرة في الحائط وصرخت إن فريق الاحتواء المرعب وصل حالا. الحارس الشخصي شال البنت ورجعها على كتفه وسألها بهدوء تام هي تقصد مين. ومن بره ظهرت مركبة أمنية مدرعة ضخمة بطراز عسكري وأطرافها المضيئة بتلمع بقوة. ونيو صرخت برعب إن دول المارشالات قوة النخبة القاسية المسؤولة عن أمن منطقة نفتفال كلها. والبطل قرر اسم المجموعة بنبرة شك واضح إنه ما يعرفش السمعة عنيفة للفريق الخاص ده. باب المركبة المدرعة اتفتح ببطء وكشف عن ظل مهيب لضابط رفيع المستوى وهو بينزل. الراجل الأنيق اللي لابس لبس عسكري عدل بهدوء ربطة الفيونكة بتاعته وعلق انه بقاله فترة طويلة من اخر مهمة ليه ومشي ببطء وسط المكان المدمر وعلق على الاهتزاز المذهل اللي سببه الانفجار الكبير اللي حصل من شوية وهو بيظبط عدسته الأحادية الذهبية. والضابط العجوز صاحب الشعر الرمادي قال انه بقاله مدة ما عملش عرض كويس. ونيو عيطت بيأس وقالت ان دي نهايتهم. بينما البطل سأل بهدوء لو كان الضابط العجوز ده خطير للدرجة دي فعلا. البنت الصغيرة حذرته ان مستوى خطورة الراجل ده رسميا من التصنيف اس، وده خلى الحارس الشخصي يقرر المعلومة بفضول. علق ان نيو واوبوم كمان من نفس التصنيف ومع كده باينين ضعاف، لكنها شرحت ان ده اعلى تصنيف في نظامهم. واضافت ان اعضاء منظمة المأساة مش دايما بيتصنفوا بنفس الطريقة ديت، وده خلى البطل يفكر. والبنت بدأت تشرح بالتفصيل ان النقابة الإجرامية بتاعة المأساة شغالة بطريقة قريبة جدا من شركة حديثة. قالت ان اعضاء التصنيف دي وسي بيكونوا في المناصب الأساسية كرؤساء أقسام جوه التسلسل الهرمي، ولما نطلع درجة اعضاء التصنيف بي بيشتغلوا في مناصب قيادية كرؤساء إدارات. وفي نفس الوقت اعضاء التصنيف ايه اصحاب الكفاءة العالية بيمسكوا مناصب مهمة كنواب مديرين، وكل اللي فوق ده بيكون تحت سيطرة التصنيف اس. وهناك قوة كل عضو بتختلف جدا حسب منصبه. وبعيون واسعة من الخوف حذرت ان الراجل اللي وصل دلوقتي هو في الحقيقة الرئيس المرعب للامن والمسؤول عن كل الامن الداخلي لمنظمة المأساة. بمعنى تاني لخصت وهي مرعوبة انه شخص قوي بشكل عبثي ولا يهزم في القتال. الضابط العجوز قفل عينه بهدوء وبدأ يحرك دراعه بطريقة رشيقة جدا ورفع عصايته المضيئة في الهواء ونطق بسلاسة بالامر الموسيقي لبدء العرض. وموجة صدمة غير مرئية وعنيفة ضربت الدخلاء وقذفت ريان ونيو بقوة شديدة على الأرض. وبينما البطل كان بيحاول يتعافى من أثر الضربة البنت انفجرت في البكاء وصرخت بيأس إن حياتها انتهت. القائد لف بهدوء ناحية مرؤوسي المصطفين ولفت انتباه كل الموجودين. اقترح إنهم يعزفوا مقطوعة جنائزية للدخلاء والجنود ردوا بصوت واحد موافقين على كلام قائدهم. وده كان ملخص حلقة النهاردة. اعملوا لايك بقى واشتركوا علشان تشوفوا فيديوهات أكتر. نشوفكم المرة الجاية وكان معكم تركي. سلام.